هجرة البطالة الأوروبية والآسيوية نحو المغرب. والوجه الآخر للهجرة الإفريقية. في المغرب لا يقتصر تدفق المهاجرين على الجنوب فقط، بل أصبحت المملكة وجهة للهجرة من أوروبا وآسيا في مسار معكس تقليديا لما يعرف بهجرة الجنوب. أرقام تقريبية وواقع ميداني. في إحصائية عام 2014 بلغ عدد الأجانب المقيمين في المغرب نحو 84 ألف شخص، أي حوالي 0.25 من عدد السكان الكلي. 40% منهم كانوا من أوروبيين، و15.2 من آسيويين، معظمهم من الشرق الأوسط. في تحديث لذات الإحصاءات عام 2024-2025 قفز العدد إلى نحو 148 ألف مقيم أجنبي بالمغرب، بنمو قدره 71.9% مقارنة ب 2014. يقدر عدد الأوروبيين المقيمين استقرائيا بحوالي 30 إلى 35 ألف، أي ما يقارب 20 إلى 25% من الأجانب، في حين يقدر عدد الآسيويين بحوالي 12 إلى 15 ألف، حوالي 8 إلى 10%. بالنسبة للمجتمعات الآسيوية، تشير مصادر إلى وجود أكثر من 3000 صيني يعيشون في المغرب، خصوصا في الدار البيضاء، حيث أنشأوا بؤرا تجارية في منطقة مثل درب عمر. كما تقديرات حديثة غير رسمية تشير إلى وجود حوالي 3000 فلبيني يقيم في المغرب، معظمهم يعمل في قطاعات الخدمة المنزلية أو الصحة. مساهمات إيجابية في الاقتصاد. المهاجرون الأوروبيون والآسيويون يؤسسون مشاريع صغيرة ومتوسطة مثل المطاعم، المتاجر، الوحدات الصناعية الخفيفة، ومدارس خاصة أو شركات رقمية. لا ينافسون المجتمع المحلي في الفضاء العام العشوائي، بل يعززون نشاطا تجاريا وتبادليا، ويوفرون فرص عمل محلية. يحققون إدماجا نسبيا اجتماعيا، ويشكلون نموذجا للهجرة المنتجة والمنظمة. بالمواجهة، الهجرة الإفريقية غير النظامية. يقدر عدد المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء بحوالي 87 ألف شخص على الأقل، يعيشون في المغرب من دون أوراق رسمية. الكثير منهم يواجهون البطالة ويعيشون في ظروف هشة، وبعضهم ينخرط في أنشطة غير قانونية تخلق ضغطا على الأمن والخدمات في مدن مثل الدار البيضاء، طنجة، فاس، مراكش والعيون. معدل مقارنة تعكس التحدي نحو الهجرة. رقم تقديري، تأثير اقتصادي واجتماعي. الأوروبيون والآسيويون بين 30 و 50 ألف مشاريع، فرص عمل، تجديد اقتصادي وثقافي. وأفارقة غير نظاميين نحو 87 ألف، هشاشة، تحديات أمنية، اندماج محدود. الخلاصة، الخيار بين التسيب والإنتاج. ليست وطنية المهاجر أو لون بشرته هي المعيار، بل الاحترام والاندماج الذي يتركه في المجتمع. المغرب في مفترق، إما أن يستمر في الهجرة المنظمة كفرصة للإبداع والتنمية، أو يترك نفسه تنزلق نحو أزمة هوياتية وأمنية. الدولة بحاجة إلى رؤية استراتيجية تشجع الهجرة المركبة ومكافحة الهجرة العشوائية، مع ضمان العدالة والكرامة لكل من يقيم على أرضه.